من جديد المهندس إيهاب لهيطة بيعلن ان اصابه كابتن حسام عاشور مش هيتم استبعاده نهائيا دلوقتي، هيتكشف عليه تاني وهيقعد ويبقى فيه معسكر في فتره طويله وهنشوف الاستشفاء. لو كابتن حسام عاشور الام الضمه ابتعدت عنه هيكمل مع المنتخب، ولكن لو حالات الاستشفاء ما لحقتش وفضلت الاصابه مكمله هيكون نور السيد مكانه. ده اخر كلام. قبل الفاصل كنت بسال طبعا كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ جمال العاصي الجمهور وازمه الجمهور، وقلت له ادينا حلول. قال لي ما هو كل اللي بيطلعوا ما حدش بيقول حلول، ما حدش جريء، ما حدش عنده قرار. لا هو المسؤولين عن الكوره والرياضه انا بتهمهم طول الوقت بالجبن. مفيش حد عايز ياخد قرار، كل واحد عايز يعلق القرار في حته تانية، ينظر. يعني مش عايز يقول قرار، يقول لك اصل لو حصل حاجه هيتحاسب. احنا طول ما في مسؤولين بيلتفوا حوالين المشكله ولا مشكله في مصر هتتحل. المسؤول الحقيقي في مصر دلوقتي لازم يقتحم المشكله، لازم يقتحمها ان شاء الله، حتى المشكله دي تصيبه هو باي ازمه، المهم المشكله تتحل. يواجه. احنا ما عندناش مواجهه، كله بيشتغل من على الوش، واهم حاجه يضرب له تصريحين في التلفزيون ويحلق دقنه ويسبسب شعره ويطلع يضرب له بقين وخلاص. احنا محتاجين الجمهور جاهز. انت عايز تقول لي ان الجمهور المصري الرائع اللي هو بيتابع الدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوريات العالميه كلها، الهولندي والانجليزي والالماني، اللي هو بقى عنده حاله نضوج غير مسبوقه في كره القدم وعارف تفاصيل كل فريق بشكل انا احيانا باخد معلومات كتيره قوي من الناس، من جماهير ماتش روما، من جماهير مصرنا والجماهير دي كلها، من حاله الوعي اللي عندهم. فالجماهير اللي متربيه التربيه العاليه دي وبقت تتابع الدوريات كلها وثقافتها كل يوم بتزيد، انا اللي مش عارف اتعامل معاها لان ثقافتي اقل منهم. انا اللي طول الوقت عندي بص، اوعى تقعد تعاقب ابنك على خطأ عمله وهو صغير طول العمر، والا يبقى انت مش هتتقدم وابنك مش هيبقى عنده ثقه في نفسه. حلوه ولا هيكبر. احنا كنت يطلع لك واحد ماسك حديده في التلفزيون باي قناه من القنوات اللي هبقى دي يقول لك هم اللي حرقوا. يا ابني حرقوا ايه الوقت دوت؟ بص على المناخ، هم اللي عملوا مش عارف. هتفضل تعاقب كل الجمهور؟ لا انا عايزك تعيد الجمله دي تاني. اوعى تعاقب ابنك على حاجه عملها وهو صغير. طبعا خلاص هو عملها وهو صغير وخلاص كبر، ما تقعدش بقى تقول له فاكر لما كنت في ثالثه ابتدائي وعملت ايه؟ يا عم في ايه؟ هيكرهك. صح، هيكرهك. احنا محتاجين لغه حوار بيننا وبين الجمهور، لازم يبقى في حوار مجتمعي. وانا كنت بقول يجب على الانديه ان تبدا بهذا الحوار من خلال الناس العقلاء، مش لازم مجالس الادارات. احنا عايزين مفوضيه شبابيه. من زمان قلنا الكلام ده للسيد المهندس خالد عبد العزيز، يعمل مفوضات شبابيه في الانديه تحل لك مشاكل كتير. انما الجمهور الاهلي ده في كل المواقف اللي حضرها قدم نموذج رائع. في النادي الاهلي حضر 4 5 6 مرات، هو اللي بيدير وهو اللي بينظم، مفيش مشكله. جمهور الزمالك راح يحتفل الموسم اللي فات ملا دون خبدان، مفيش حاجه حصلت. بالظبط. احنا طول الوقت عاملين نزايد عليهم وعاملين نعمل ابطال عليهم وبندعي عليهم ونقول عليهم ارهابيين. هو في حد بيقول على شعبه ارهاب؟ اللي احنا يا راجل، يا راجل، هو في حد في الدنيا بيتهم محبينه ان هم ارهابيين؟ حد محبك اللي بيروح لك ويقطع التذكره، كلكم بتقبضوا باللعبه، اللعيب بياخد والحكم بياخد وده بياخد، الا هو بيروح يقطع تذكره وتقول في الاخر يبقى ارهابي. ايه الجهل ده يا جماعه؟ احنا محتاجين مسؤولين على قد الجمهور. انا رايي ان الجمهور المصري الان يحتاج مسؤولين على معرفه وثقافه توازيهم، لان الجمهور الحقيقه اللي بيتابع الدوريات العالميه وعمال يقدم لك نموذج، هو ده مش جمهور اللي في الامارات ده ولا طبعا مش جمهور مصري طبعا ولا مستورد. طبعا الجمهور اللي بيجي النادي الاهلي وحضر كل المحافل دي مش جمهور اللي راح حرس عربيات الشرطه يوم ما قالوا له مش هتخش، كان الاهلي بيلعب افريقيا وراح وصل عربيه الاهلي وعربيه الشرطه جنبه، مش جمهور الزمالك اللي طول الوقت عمال يرفع الشعارات لصالح فرقته وواقف معاها، ده مش جمهور اللي بيروح ورا ديته في افريقيا، اهلي وزمالك بيروح، ده مش بقى ناس اول ما يسافروا يقول لك هم جابوا الفلوس منين؟ اسئله غريبه جدا. اسئله غريبه. هو مين اللي بيصرف عليهم؟
طول الوقت عندنا سياسه التخوين، وكانهم مثلا دول عواطليه، ولا ما دول ولاد ناس، وهو متعته في السفر، متعته دي، وعنده اهل وعنده باسبور، وبص على باسبور هتلاقي في حاجات حلوه كتير. خد بالك دي مسؤوليته، لان هو شايف ان دي مسؤوليته. يعني هو طول الوقت لازم يطلعوا مثلا خاين، لازم يطلعوا مين، هو سافر منين؟ مين اللي بيصرف عليهم يا ولد؟ يا واد يا محقق كده رئيس مباحث. بقى رئيس مباحث الواد. جهل. احنا في حاله مسؤولين، عايزين مسؤولين يدلوهم. احنا في الحاله دي، عشان كده انا نفسي اتحاد الكره القادم يبقى عنده رؤيه في اداره اللعبه، وازاي مصر تقدم نموذج مره في الفتره اللي جايه دي في صناعه كره القدم الجديده، اتحاد الكوره والاحتراف. بس عشان امشي كده بترتيبي، ازمه الكابتن حسام غالي والجهاز الفني لمنتخب مصر، واحنا عندنا مؤتمر لمنتخب مصر دلوقتي. شفت الازمه دي ازاي؟ انا انبسطت بيها في الاحتفال. انبسطت؟ طبعا. لان انا كنت مستني هل ينجرف الاهلي العظيم في وحل الصغار؟ هل ينجرف حسام غالي كابتن اللي انا على مدار مثلا 15 سنه كوره بيلعب، وهو في مراحل المنتخبات، يعني عنده تشبع، عنده تخمه كرويه وتخمه نجوميه. يعني المساله مش هتعنيه قوي، لانه راجل كمان احترف وسافر وشاف وعارف، وطول الوقت عنده حماسه المنتصر. كل الحماسه اللي في الملعب دي حماسه المنتصر. انا يا ريت سمير يجيب لنا وهو خارج في ماتش روما الجمهور عمل ايه؟ انت عارف لما حد من اخواتنا الصحفيين الجمال زمايلنا الشباب لما بيكتب اصل الريس مش عارف بيزعل اللعيبه، ده الكابتن كده اللي ما بيزعلش بقاش كابتن. اصل مش عارف ايه، قلت له القائد لازم يوجه لعيبته، عنده شخصيه قوي. الريس ده طول عمره الكوره، كل ما ربنا يكرم مصر بكابتن حقيقي يبقى هو نص المكسب. هو اللي قلت لهم هو ده حسام غالي. حسام غالي اتصرف، بص النادي الاهلي اتصرف بشياكه الحقيقه يعني، والتواصل الخط الساخن اللي عمله هنا ابو ريده كان فيه شياكه، واخد بالك، وحلوا الازمه بالراحه. اصله والناس عماله تسخن، في ناس ثانيه كانت بتسخن عشان تاكل عيش في الهيصه، على اساس اوعى يا جدع مش عارف ايه، ولا اكيد في حاجه خلصت. قعدوا في مكتب المهندس محمود طاهر كل حاجه خلصت، والمهندس هنا ابو ريده كان المهندس محمود كذا وكذا وكذا ومدربين، وحسام غالي النموذج اللي هو قدم النموذج انه ما يتكلمش. الازمه دي خلاص مش هي دي اللي هتكتر او هتزود حسام غالي. وبعدين خلي بالك من حاجه مهمه جدا، القوي لا يمسك معاول الهدم لاشيائه. القوي عمره ما يبقى يمسك يهد، او ادام انا خرجت من المنتخب يبقى لازم المنتخب يقع. بالظبط. قوي والممتلئ واللي عنده ثقه في نفسه ما يعملش كده. الضعيف يعمل كده. عارف لو واحد هش من اي حته ثانيه كان طلع بقى وفرش الملايه وقعد حكى لنا قصص ماذا يدور في المنتخب وفلان وفلان وفلان. ده حسام غالي انا ازعم النموذج اللي عمله كان راقي ورائع، والنادي الاهلي اتصرف بشيء يليق باسم النادي الاهلي. طب نروح بقى المؤتمر اللي عامله مستر كوبر دلوقتي، وزميلنا ناقد الرياضي المتميز حاتم رضا من اليوم السابع. تحياتي ايهاب الخطيب وتحياتي الاستاذ جمال عاصي يا استاذ حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ ايهاب وتحياتي لحضرتك والاستاذ جمال عاصي استاذنا الكبير طبعا. الله يخليك. وعايز ابارك له من خلالك على موقعه الجديد اهل مصر، وان شاء الله يكون اضافه للاعلام المصري ويتعلم منه كمان وكمان يعني. ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ حاتم، متشكر. استاذ حاتم طبعا مؤتمر صحفي، الميديا والاعلام بينتظر اهم مدار او الاجواء اللي دارت في المؤتمر. والله يا استاذ ايهاب ولسه المؤتمر الصحفي خلصان منذ قليل يعني. تمام. مستر كوبر في بدايه كلامه حب ان هو يتكلم عن موضوع حسام غالي من نفسه بدون يعني ما الناس الاخوه الصحفيين يسالوا. الراجل قال ان انا حابب اتكلم في الموضوع ده وقبل ما اسمع الاسئله، لان اكيد طبعا انتوا عندكم اسئله كتير، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش امنع اي حد ان هو يسال اي سؤال هو عايزه. تمام. اتكلم عن الازمه وقال ان بشكل عام مش مع حسام غالي فقط او مش مع لعيبه النادي الاهلي فقط، بشكل عام حته او كلمه سوء معامله دي يعني تعريفها عنده هو ان هي معناها ايذاء او يعني او اهانه لاي حد، وبتكون مع الحيوان مش مع الانسان. فقال يا جماعه انا ما اعرفش حاجه اسمها سوء معامله، انا بعامل الناس كلها وجهازي بيعامل الناس كلها بشكل محترم جدا. انا بضم لعيبه كبار، لعيبه عندها خبرات، لعيبه كلها نجوم،
وبالتالي سوء المعامله ده انا مش موجود في قاموسي. ده بشكل عام. بخصوص حسام غالي طبعا او مؤمن زكريا، دول لعيبه كبار ولاعيبه محترمه، وقبل كده كانت تم ضمهم واستدعائهم وشاركوا بشكل اساسي في المنتخب. لكن النهارده خروج واحد منهم من القائمه او خروج مؤمن زكريا من ماتش نيجيريا من السكور بتاع المباراه، ده مش معناه تقريبا، مش معناه المعامله. الراجل بيحترم اللعيبه كلها، واتكلم كمان عن الكابتن اسامه نبيل المدرب المساعد، وقال ان الراجل لم يصدر منه اي حال بتشير الى انه بيهين اي حد او بيسيء معامله اي حد. وقال يا جماعه لو في اي حد بيتهم اسامه نبيل بالكلام ده فيا ريت يقدم لي اي دليل وانا يكون ليا موقف. لكن انا من خلال متابعتي وانا صاحب الكلمه الاولى والاساسيه في المنتخب وانا مسؤول قوي عن هذا المنتخب، لم يصدر من اي فرد في الجهاز المعاون بتاعي ما يسيء لاي لاعب. حسام غالي استبعد، ما قالش استبعد مؤقتا ولا بشكل مستمر يا استاذ حاتم؟ لا، هو في جبال هو قال بالظبط كده، قال حسام غالي مش موجود المعسكر ده، وارد يكون موجود المعسكر الجاي مفيش مشكله، لكن حاليا هنختار الانسب للمباراه القادمه اللي هي قدام تنزانيا، واللي اكد ان لازم يحقق الفوز فيها، لان الفوز هيحسم من ناحيه تاهل مصر رسميا افريقيا 2017، ومن ناحيه ثانيه هيحافظ على تواجد مصر في التصنيف الاول في افريقيا عشان قبل قرعه مونديال 2018 اللي ان شاء الله تجرى في يونيو المقبل. استاذ حاتم، لو في اي اجواء تانية انت عارف، طبعا اكيد هنتواصل معاك عشان نعرف اهم مدار في المؤتمر الصحفي. هو برضه كان في من ضمن الحاجات برضه اللي هو اكد عليها انه عصام الحضري هيكون هو الحارس الاساسي للمنتخب امام تنزانيا، وقال ان هو بيفضل ان الحضري يشارك في المباراه دي كاساسي، لان شريف رامي طبعا استدرج الاصابه، واحمد الشناوي بقاله فتره ما بيشاركش، حتى اذا شارك النهارده في ماتش انبي فالحارس بقاله اكثر من شهر ما بيلعبش، فهو شايف ان مركز خاص المرمى بيكون دايما يعني عايز حارس مرمى بيشارك بشكل اساسي، بحيث يكون عنده حساسيه مباريات وحساسيه خشبات. فقال ان عصام الحضري هو شايف من وجهه نظره ان هو هيكون الحارس الاساسي في ماتش تنزانيا. ايضا حسام عاشور قال انه فرصه ضعيفه جدا في المعسكر ويتم استبعاده خلال ساعات، استدعاء نور السيد بديل ليه نظرا لاصابه في العضله الضمه. اتكلم برضه عن ماتش الكونغو، وقال ان انا يعني طلبت ان هو يتم الغائه بعد ما اتحاد الكوره كان متفق عليه بشكل رسمي، لكن انا فضلت الغائه لان منتخب تونس مش هيلعب ماتشات، وانا خفت ان انا العب ماتش كبير مع منتخب كبير زي الكونغو فيحصل اي اصابه او اي حاجه للاعبتنا. ولو انا فزت على الكونغو وما حققتش الهدف بتاع تنزانيا اللي هو الفوز فيعتبر ملوش لازمه، فانا قررت الغاء المباراه لان منتخب تونس مش هيلعب، وبالتالي فلو احنا كسبنا ان شاء الله تنزانيا فيكون ده بيحسم تاهلنا افريقيا وحفاظنا على التصنيف الاول. اشكرك طبعا زميلنا المتميز والناقد الرياضي المتميز الاستاذ حاتم رضا اليوم السابع، وعلى تواصل مع حضرتك ان شاء الله. طبعا كلام مهم، الراجل دخل في المؤتمر قبل ما اي حد يسال حاجه اتكلم في الموضوع، وانا يمكن الحلقه اللي فاتت قلت الكابيتانو موجود المعسكر الجاي والامور ان شاء الله تكون في طريقها. انا زي ما قلت لك مثلا حسام غالي وانا قلت لك عنده تخمه من الشعبيه وتخمه من النجوميه وتخمه من اللعب، عنده يعني عنده وسع كتير، براح كتير من الحاجات دي يعني، وهو دايما هو يعني انا شايفه طول الوقت بيتصرف تصرف كبير يليق بيه بكل تصرفاته الحقيقه، بكل حتى المشاكل الصغيره اللي بتحصل حتى المنتخب في هذا التوقيت حمل ازمه زي دي يعني جت مع لعيب عاقل المره دي واداره. لا هو بقى المراهقه احيانا بتفرض ليها مشاكلها، يعني المراهقه ليها مشاكلها، مراهقه ان انا خلاص النتائج بقت ماشيه. لا المسؤول برضه النتائج بقت ماشيه خلاص دلوقتي بشكل كويس قوي اصل. بالنسبه لبطوله الامم المشوار الثاني لسه بدري في كل حاجه، هي يعني هو في حاله مراهقه حصلت وبرضه مستصغر الشرر حصل وما انطفاش بسرعه. يمكن انا عتبت على احد اصدقائي المسؤولين قلت لهم يعني دايما مستصغر الشرر يطفي بدري قبل ما يبقى حاله، لان انت عارف ان في حاله يعني اخواء في بعض الشاشات الفضائيه الرياضيه، وفي ساعات كتيره قوي
من البث، فالناس بتبقى عايزه تعمل امتلاء، فالامتلاء دايما الناس يظن ان بتفكرك على الازمات حاجات. هي التي تملا الشاشات. فاكيد بقى النساء يشتغل والصراع ويطلع صراع ابيض واحمر من غير اي داعي، حاجات ويطلع من الجراب طلع لك قصص قديمه كواليس من 8 10 ويطلع يقول من لك الجراب تعالى أي قول حاجة. واعمل. طبعا ده كله اخواء، وده فضا، وده فراغ في الاعلام في عدد الساعات الممنوحه للبعض بدون وجه حق يعني. فحسام غالي عدى المرحله دي، والاهلي عداها بكل بساطه، والتوفيق للجهاز الفني والمنتخب طبعا. والرئيس النادي الاهلي خلص الموضوع ده ببساطه، لان ده منتخبنا. والاهلي عمل كده في مشكله رمضان صبحي. وفي لعيب زي رمضان صبحي يعني يسيب ماتش زي روما ويروح منتخب الشباب غير ما يبقى يعني حقيقه. يعني انا بحيي، انا منحازه دايما يعني، لان انا بدافع عنه من اول ما طلع. ما كانوا يقعدوا يقولوا علينا بيغيب، ده اصله مغرور، كنت بقعد اضحك اقول يعني يا جماعه ازاي تتهموا شاب صغير في السن انه مغرور؟ هو يعرف يعني ايه غرور الاول؟ ده احنا لازم نحضنه. ده انا مره قلت لسين صاد عين واو كده في الجهاز، قلت لهم ده يعني لما يبقى عندك حد طالع بالقوه دي لازم تجيب له واحد زي خالد بيبو يقعد معاه يشرح له ظروف النجوميه ايه، مره الكابتن الخطيب يقعد معاه، مره الكابتن طاهر ابو زيد يقعد معاه، لازم تعيشه تأهله وناس كمان، تأهله عشان خاطر يستوعب النجوميه دي. ده دورنا. انما احنا بنستسهل قوي، ناخد من اقصر الطرق. نروح لك ده مغرور، ده متعالي. يا عم مغرور ايه ومتعالي ايه؟ يا عم ده حاجه جميله في كره القدم، وحاجه واعده وشاب وشيك شكل عشان تاخد منه بقى. يا اخي وبعدين في حاله يتم كمان، فانا لازم ارعاه. ده رمضان صبحي ده حاجه يعني من الروائع، من الروائع. ونوادر الكره المصريه اللي ربنا يحرسه هيعمل لك حاله طالع العمر اهو، ربنا بقى قدام، يكرمه كده هيعمل لك حاله ويتقبل منه. قدام انت هتفرح بيها ومصر هتفرح بيها. لان مصر العاجزه دي عن التصدير كره القدم، مصر الضعيفه اللي مش عارفه تبقى زي تونس ولا المغرب ولا الجزائر، ان احنا عندنا المحترفين كلهم بالصدفه. مصر تعرف تطلع محترفين كتير جدا، عندها اولادها بسم الله ما شاء الله يعني يفرحوا. بس محتاجين بس يعني اداره كره قدم من اول وزير لحد اتحاد الكوره. اتحاد كوره ووزير. الوزير واتحاد الكوره في الفتره اللي فاتت الاتحاد ماشي مش ماشي، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. استاذ جمال قدم استقالته، قال لك ما حدش قال لي في ازمه حسام غالي ولا كوبر انت فين ولا اي حاجه، فقال لك خلاص بقى سلام عليكم. طبعا اتحاد الكوره من اول قضيه ما بدات هم يعني، حتى ماجدة الهلباوي والدكتور هرماس، الاستاذه ماجدة والدكتور هرماس خدوا الحكم، والحكم بات وخلصوا. وكل اللي حصل ده احنا عارفينه انه يعني ايه، يعني نقعد اسبوعين 3 اسابيع 4 اسابيع زياده، زائد الخوف من الفيفا. فاحنا هم بيطولوا المده بالظبط. انا مش عارف يعني خلاص كده احنا بقينا في المده القانونيه اللي هم عايزينها. عايزين ايه تاني؟ جمال علام سافر راح المكسيك سفريه رائعه واخد بالك، وبعدين راح ايطاليا في ازمه ريجيني مع الوفد الشعبي مع المستشار الفضائي ومجموعه كبيره. واضح انه جه من هناك عنده تخمه من كل حاجه. فاول حاجه راح مقدم استقالته، اول حاجه عملها قدم استقالته بعد الرحله الاخيره بتاعت ايطاليا. يعني هو طلع المكسيك في ايطاليا فراح جاي مقدم استقالته واخد بالك، عمل استقاله وبعدين رجع زعل. قال لك الناس ازاي ياخدوا قرار في اتحاد الكره في الجلسه ان هم يقبلوا استقاله؟ مش من حقهم يقبلوا استقاله، الاستقاله ممتده اسبوع. وبسرعه هم قبلوا استقاله، بسرعه بدا الناس تفك. احمد مجاهد جه برضه مع منتخب الشباب راح مقدم استقالته، وما زالت مسلسل الاستقالات مستمره. احنا رايحين بقى فين بعد الاستقالات؟ لازم يبقى عندنا عقل بيدير. لازم يبقى عندنا عقل بيدير، عشان فكره الدكاكين دي صغيره على مصر. مصر مول كبير وحاجه كبيره وعظيمه، احنا ليه بنحولها لكشاك؟ يعني ده قدم استقالته مع نفسه وده قدم استقالته، وبعدين اقول له يروح بدري يدير، واقول له عم حسن فريد عنده شويه خبرات، وثروت السويلة مجهز عشان هو كلام يعني ما يليقش لا بشعب 90 مليون، ولا بشعب قام بثورتين، ولا بشعب عرق وشقي طول عمره.